يا مساء الفل، يا مساء الخير، يا مساء السعادة والهنا على حضراتكم مستمعي اون سبورت اف ام في كل مكان. 93.7 دايما صوت الرياضة في مصر. معاكم وليد الحديدي من امام الميكروفون، واصحابني الزميل احمد ابراهيم من على الميكسر. وحلقة جديدة من فيفا كورة كالعادة، معاكم يوم السبت وكل يوم سبت. طول ما ربنا يعني مدينا العمر، من الساعة 12 للساعة 1 بنتكلم معاكم عن كل ما يخص الكورة العالمية. وطبعا الكرة العالمية دايما حافلة، ودايما مليانة أحداث، ودايما مليانة قصص، ودايما مليانة آم، مواقف وتصرفات بنتعلم منها، سواء إيجابيا أو سلبيا. وطول الوقت الحقيقة يعني بحر الكرة العالمية، بحر احنا بنستمتع بيه وبتحببنا في هذه اللعبة. ويعني أستاذنا حسن المستكاوي يعني اللي بصبح عليه دايما يقول لك احنا عايزين الاختراع ده يدخل مصر فاحنا نتمنى الاختراع ده يدخل مصر الحقيقة، ونستمتع بيه زي ما بنستمتع بيه بره. آه، الاسبوع ده والاسبوع اللي فات الحقيقه احداث كتير جدا 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 حصلت في العالم، ويعني حاجات تستحق ان احنا نقف قدامها. لكن خليني الاول افكركم بموضوعنا الاساسي وسؤالنا النهارده، اللي موجود معاكم على البوست الخاص بالحلقه في صفحتنا اون سبورت اف ام، صفحتنا بالانجلش على الفيسبوك، وكمان معاكم على التيك توك، ومعاكم على انستجرام، ومعاكم على تويتر، وطبعا الاس ام اس على 9370. وكل ده هنتابعه ان شاء الله على مدار الحلقه، ونكون دايما متواصلين يعني، وناقلين صوتكم سواء الاسئله او الاراء. كل ده بنكون مبسوطين ان احنا دايما معاكم في تواصل. سؤالنا بعد اجراء القرعه: كيف ترى حظوظ الاهلي في كأس العالم للأندية؟ القرعة طبعا اتعملت امبارح في المغرب، واسفرت عن مواجهة اللي كلنا عارفينها اكيد، المواجهة الاولى اللي كان لازم الاهلي يدخلها بما انه صعد بديل للبلد المنظم او لبطل البلد المنظم. فعنده مباراة بتجمعه ما بين او بتجمع ما بين النادي الاهلي واوكلاند سيتي، بطل الاوقيانوس، قارة اوقيانوسيا طبعا اللي فيها نيوزيلندا وبعض الجزر حولها بعد ما انتقلت استراليا بأنديتها للقارة الآسيوية. بقى تقريبا اوكلاند سيتي يعني مشارك شبه دائم في كأس العالم للأندية. الأهلي هيلاعب اوكلاند بإذن الله يوم 1 فبراير. الفايز من المباراة دي طبعا القرعة جنبت النادي الأهلي، لو صعد لو تأهل من البداية القرعة جنبته مواجهة الوداد، وبالتالي الوداد بعد مبدئيا عن طريق الفايز من هذه المباراة اللي هي تعتبر طبعا الدور التمهيدي للبطولة. انتوا عارفين البطولة فيها 7 فرق اللي هم أبطال ال6 قارات، ومعاهم البلد أو بطل البلد المنظم. الوداد في هذه البطولة بيمثل الدولة المنظمة اللي هي المغرب، والأهلي صعد بصفته وصيف لدوري أبطال إفريقيا. الأهلي لو صعد بإذن الله جابته القرعة في مواجهة سياتل ساوندرز. طبعا يمكن هو اسم جديد على حضراتكم، لكن هو نادي من الولايات المتحدة الأمريكية. وبإذن الله لو الأهلي تخطى هذه العقبة هيواجه ريال مدريد الإسباني. يعني طريق ممكن البعض يشوفه جيد، لان انت عندك الى حد ما منطقيا لو بتتكلم في كورة، الاهلي عنده مباراة قدام اوكلاند، تفاصيل الفنية بتقول ان الاهلي افضل. عندك بعد كده ان شاء الله لو الاهلي صعد مباراة مع سياتل ساوندرز الامريكي. الحقيقة سياتل خلونا كده نقول شوية معلومات عنه، لانه طبعا الناس شافت اوكلاند سيتي قبل كده في اكتر من بطولة. اوكلاند سيتي بيشارك للمرة العاشرة، وهو اكتر نادي شارك في هذه البطولة. وقلنا طبعا انه التصفيات هناك سهلة، او البطولة بطولة دوري ابطال اوقيانوسيا سهلة، وبالتالي هو حاضر طول الوقت فريق اوكلاند. الاهلي بيشارك للمرة الثامنة، وبالتالي هو ايضا ريكورد عالمي بعد اوكلاند، واكتر طبعا نادي افريقي وعربي شارك في البطولة. الحقيقة العرب، خلونا قبل ما اتكلمكم عن سياتل ساوندرز اكلمكم عن المشاركات العربية في البطولة، لانه الحقيقة اولا في مشاركة مميزة عربية في البطولة دي، لان في 3 اندية طبعا موجودين: الاهلي من مصر، الوداد المغربي، والهلال السعودي. الهلال السعودي صعد للمرة الثانية على التوالي بما انه هو بطل النسخة
قبل الماضية أو الماضية بقى، لأن النسخة الحالية لسه شغالة من دوري أبطال آسيا، وبالتالي صعد للمرة التانية عن فوزه بنفس اللقب وبنفس البطولة. البطولة طبعا احنا عارفين من 1 ل 11 فبراير السبع أندية انتوا عارفينهم اللي هيشاركوا: الوداد البيضاوي، الأهلي، الهلال السعودي، سياتل ساوندرز، اوكلاند سيتي النيوزيلندي، فلامينجو البرازيلي بطل طبعا قارة أمريكا الجنوبية، ريال مدريد بطل الشامبيونز ليج الأوروبي. على مدار البطولة طبعا بدأت من سنة 2000، في 67 فريق شاركوا في البطولة. طبعا صاحب المشاركة الأعلى هو أوكلاند، قلنا ب10 مرات، بعده الأهلي 8 مرات، ثم ريال مدريد 7 مرات. الحقيقة الأهلي إنجازه طبعا مميز بعدد مرات المشاركة، وأيضا الحصول على البرونزية في أكتر من مرة. لكن في بعض الأندية الأخرى، الأهلي خد طبعا برونزية 3 مرات، في بعض الأندية الأخرى العربية كان ليهم إنجاز على صعيد النتيجة أفضل من إنجاز الأهلي. مثلا الرجاء المغربي والعين الإماراتي قدروا يوصلوا لنهائي البطولة وحصدوا الميدالية الفضية. 2013 كان الرجاء المغربي في البطولة اللي نظمها على أرضه، وأيضا العين الإماراتي في 2018 صعد والبطولة كانت ساعتها في الإمارات. دايما الأرض بيكون ليها دور كبير مع الأندية وبتحسن استغلالها، وطبعا بتحقق الإنجاز اللي احنا بنفضل نتذكره والتاريخ بيفضل يتذكره. أما على صعيد عدد الميداليات فقلنا إنه الأهلي طبعا خد ميداليات 3 مرات، اللي هي 3 برونزيات كانت في 2006 مع مانويل جوزيه المدرب، و2020 و2022 مع بيتسو موسيماني المدرب الأسبق. الأهلي 8 مرات، الترجي التونسي 3 مرات عدد المشاركة، الهلال السعودي 3 مرات، الرجاء المغربي مرتين، الجزيرة الإماراتي مرتين، الوداد المغربي مرتين دي تاني مرة بيشارك، الشباب الأهلي دبي الإماراتي مرة، الوحدة الإماراتي مرة، العين الإماراتي مرة، المغرب التطواني المغربي شارك مرة، والنصر السعودي مرة، الاتحاد السعودي مرة، النجم الساحلي وفاق سطيف والدحيل القطري، كل نادي من دول شارك مرة واحدة في هذه البطولة. نرجع تاني للمنافس المحتمل للنادي الأهلي سياتل ساوندرز. طبعا هو زي ما قلت لكم نادي أمريكي في مدينة سياتل، اللي بتقع على الشاطئ الغربي للولايات المتحدة، وبالتالي هو بيلعب الدوري الغربي. انتوا عارفين أمريكا أو الولايات المتحدة الأمريكية في القدم وفي الباسكت وفي العديد من الألعاب، لأن البلد كبيرة جدا ومتسعة ومترامية الأطراف، يعني هي تعتبر قارة. ف بيعملوا دايما دوري للمنطقة الشرقية ودوري للمنطقة الغربية، وبيصعد من هنا أندية وبيصعد من هنا أندية على حسب بقى اللعبة ونظام المسابقة، وبيقابلوا بعض في الدور النهائي أو في التصفيات النهائية عشان يحددوا من هو بطل الدوري، دوري المحترفين الأمريكي. سياتل ساوندرز هو نادي حديث، اتأسس في 2007، وطبعا يعني كان في نادي قديم اسمه ساوندرز، وبالتالي هو كمان اطلق على نفسه سياتل ساوندرز علشان يتبرق بهذا الاسم. طبعا نادي ساوندرز شارك قبل كده في دوري ابطال امريكا الشمالية في فترة ما بين 74 و2008. الحقيقة على الرغم من اننا يمكن اول مرة نسمع اسم سياتل ساوندرز لما فاز ببطولة الكونكاكاف اللي فاتت، لكن نسمع مثلا عن لوس انجلوس جالاكسيز او لوس انجلوس اف سي واندية تانية، لكن اول مرة كنا نسمع اسم سياتل. لكن على الرغم من ده، اللي متابع للدوري الامريكي واللي عايشين في امريكا والعرب يعني اللي هناك عارفين كويس ان سياتل من الأندية المشهورة جدا هناك منذ تأسيسه، لأنه في منطقة فيها عدد كبير من الجماهير، والمنطقة دي الحقيقة أو الولاية دي أو المدينة دي فيها محبين كتير جدا لكرة القدم، وده يمكن مش شائع كتير في كل أرجاء أمريكا. وإن كانت كرة القدم بدأت تنتشر من سنين الحقيقة، وبدأ يبقى في خطة مدروسة لنشر كرة القدم وثقافة كرة القدم يمكن من السبعينات وبالثمانينات لحد النهاردة. طبعا على رأسها كان الحدث الأكبر تنظيم كأس العالم 1994، ثم كأس العالم القادم 2026 اللي بتنظمه أمريكا بالاشتراك مع المكسيك وكندا. وشفنا المنتخب الأمريكي في كأس العالم اللي فاتت في قطر، والأداء القوي الحقيقة اللي قدمه منتخب الولايات المتحدة الأمريكية. وشفنا كمان بعض النجوم بدأوا يتألقوا في أوروبا، يعني نجوم أمريكان بدأوا يتألقوا واسمهم يظهر في أوروبا.
وزي ما قلت لكم الخطة اللي معمولة انه منتخب امريكا في كاس العالم اللي هيبقى في 2026 يكون موجود في الادوار النهائية. بتتكلم بقى في سيمي فاينل، في فاينل. الناس بتتكلم عن فوز بميدالية في البطولة القادمة، وهم ماشيين على هذه الخطة بخطى يعني ثابتة. فكرة استقدام النجوم إلى حد ما بيكونوا طبعا في نهايات مسيرتهم، لكن ده بيزود الشعبية هناك، وده أسلوب متبع من أيام بيليه ولحد النهاردة. الحقيقة نرجع تاني لمعلوماتنا عن سياتل ساوندرز، المنافس المحتمل للنادي الأهلي في كأس العالم للأندية. في دراسة أجرتها طبعا المجلة الأشهر في التناول الاقتصادي وخصوصا اقتصاديات الرياضة وكرة القدم، مجلة فوربس، في 2015. نادي ساوندرز ساعتها جاء في الترتيب الأول أكتر نادي في دوري الام ال اس أو دوري المحترفين الأمريكي من حيث الإيرادات المالية في سنة واحدة، وكان ساعتها إيراداته بتتخطى 60 مليون دولار، وده رقم كبير جدا لو قارنا سياتل ساوندرز زي ما قلت لكم ببقيه الانديه اللي معروفه واللي مشهوره واللي بتجيب نجوم كبار. فده رقم كبير جدا. طبعا زي ما قلت لكم بيمتلك شعبيه كبيره جدا، وده خلى الرعاه والسبونسرز يجروا ويتعاقدوا معاه ويعملوا معاه عقود رعايه عشان يضمنوا انه محبين النادي ومشجعين النادي هيكون ليهم دور في نشر هذه الماركات وهذه ال- العلامات الإعلانية طبعا الخاصة بالمعلنين. وده يعني آم، هو ده اللي بيحصل في العالم كله. كل ما بتكون شعبيتك أكبر، كل ما بتكون ليك محبين أكتر، فالمعلنين طبيعي يجروا عليك. بطولاتك ليها دور وأدائك الرياضي ليه دور، لكن رقم واحد واثنين وثلاثة طول الوقت هي الشعبية، لأنه المعلن يهمه انه ناس كتير يحبوا العلامة التجارية بتاعته ويشتروا المنتج بتاعه او يرتبطوا بالمنتج بتاعه. فده مش هيجي الا لو كان عندك عقود مع نادي مشهور، وده اللي بيحصل الحقيقة في كل حتة في العالم ومن ضمنها مصر اكيد. فيعني كان في طبعا من اكبر عقود الرعايه او من اشهر عقود الرعايه اللي عملتها شركه مايكروسوفت، ودي طبعا الشركه الاشهر في السوفت وير وخلافه، سوفت وير وهاردوير كل ما يتعلق بالتكنولوجي، يعني تكنولوجيا الكمبيوتر. فعملت رعايه فتره للنادي، وكانت فتره قصيره، ودفعت 20 مليون دولار، وده طبعا رقم كبير جدا بالنسبه للدوري الامريكي. أم، بطولات سياتل ساوندرز عامله ايه؟ 12 بطوله حققهم الحقيقه النادي ده. انت بتتكلم من 2007 لحد النهارده، يعني بتتكلم في حوالي 15 او 16 سنه. 12 بطوله، وده يعتبر رقم كبير جدا تقريبا، يعني بمعدل كل سنه بطوله. اهم بطوله حققها هي بطوله دوري ابطال الكونكاكاف، البطوله الاخيره. الحقيقه البطوله دي دايما بيكون السيطرة فيها، وبتكون السيطرة فيها مكسيكية، الأندية المكسيكية. لو أنتم متابعين طبعا كأس العالم للأندية هتلاقوا دايما كل البطولات الأخيرة أبطال المكسيك أو أندية مكسيكية هي اللي بتكون موجودة فيها. لكن يمكن مرة واحدة مثلا سابريسا الكوستاريكي عملها وكسب، ده تقريبا كان في 2005. يعني استثناءات قليلة جدا لما في نادي بيخطف لقب البطولة من الأندية المكسيكية. عمل ده الحقيقة النسخة اللي فاتت سياتل ساوندرز، وقدر يفوز بدوري ابطال الكونكاكاف. كمان عنده بطولتين للدوري الامريكي، دوري المحترفين الامريكي، واخد كاس الولايات المتحده المفتوحه مره، واخد كمان 4 بطولات للقسم الغربي اللي زي ما قلنا هو بيلعب فيه. عنده رقم قياسي، اطول سلسله فوز في الدوري الامريكي كان 13 مباراه على التوالي ما اتهزمش فيهم، او فده كان بالنسبه له برضو رقم مميز متسجل تاريخيا باسمه. السنه دي الوضع مختلف، يعني السنه دي من السنه اللي فاتت الوضع مختلف تماما. الحقيقه سياتل هذا الموسم بعيد جدا انهى دوري القسم الغربي في المركز ال11، وبالتالي لم يتأهل للتصفيات النهائية أو الأدوار النهائية لبطولة دوري المحترفين الأمريكي. المدرب بتاعه مدرب معروف في أمريكا جدا، واحد من نجوم النادي السابقين، واحد من المدربين المخضرمين في أمريكا، برايان شميتزر. والحقيقة هو مدرب سمعته جيدة جدا، وبيتقال عنه دايما ان هو مدرب جيد يعني. مشي في السلك بشكل طبيعي، اعتزل، اشتغل مساعد مدرب ثم مدير فني، وماسك الفريق بقاله فترة.
عنده 61 سنة. وطبعا الفوز التاريخي للفريق ده بدوري أبطال الكونكاكاف كان على حساب بوماس المكسيكي 5-2 في مجموع المباراتين. الحقيقة كان سيطرة كبيرة جدا لفريق سياتل ساوندرز. مين اللعيبة المميزة اللي في سياتل اللي يعني محتاج النادي الأهلي ومحللين الأداء والجهاز الفني واللعيبة يذاكروهم بشكل كويس؟ يعني في لعيب أوروجواني مشهور اسمه نيكولاس لوديرو، وده قائد الفريق. طبعا لعب قبل كده في اياكس وبوكا جونيورز الأرجنتيني وكورinthians البرازيلي. عندهم حارس معروف اسمه ستيفان فري، ده طبعا حارس سويسري. عندهم مهاجم كولومبي معروف اسمه فريدي مونتيرو. وعندهم طبعا نيمار جوميز برضو لاعب كولومبي. وعندهم جناح برازيلي جيد جدا اسمه جواو باولو. فالفرقة مش فرقة سهلة، ولازم النادي الأهلي طبعا يستعد في البداية لمباراة أوكلاند الأولى ويتعامل مع كل مباراة. وخلي بالكم دايما الفرق اللي بتبقى بعيدة عن الترشيحات والفرق اللي بتبقى بعيدة عن حسابات الفوز، يعني في الآخر فريق أوكلاند سيتي أكيد جماهيره مش هيبقى فارق معاها قوي ان الفريق يكمل. ما عندوش انجاز سابق في البطولة، دايما بيخرج من الادوار التمهيدية هو وكل ابطال الكونكاكاف، فما عندهمش ما يبكون عليه زي ما بنقول. فيدخلوا مباراة النادي الاهلي الاولى بمنتهى الاريحية وهيلعبوا كورة ما فيهاش ضغوط. ودايما احنا بنتكلم ان الفرقة اللي ما بتبقاش مشدودة وبتلعب باريحية بيكون الموضوع صعب للفرقة التانية المضغوطة، لأن النادي الأهلي لما يدخل هذه البطولة داخل وزي ما قلنا عنده 3 برونزيات. فهو بالنسبة له داخل عشان يكسر هذا الإنجاز، أو على الأقل وعلى أقل تقدير يعني يعادله. أي نتيجة تانية جماهير الأهلي مش هتبقى راضية عنها، لأنها اوريدي خدت برونزية. فلما تخرج ما تصعدش سيمي فاينل أو تاخد مركز رابع بالنسبة للنادي الأهلي هو تراجع، خصوصا ان انت واخد لسه برونزيتين في 20 وفي 22. الخطوة الأولى طبعا صعبة زي ما قلنا. الخطوة الثانية إن شاء الله لما الأهلي يتخطى مش سهلة على الإطلاق. يمكن ده أسهل من مواجهة الهلال. دايما الدربيات العربية بيكون فيها صعوبة. طبعا آخر مباراة الأهلي والهلال السعودي كان فوز كبير للنادي الأهلي في كأس العالم للأندية برباعية، والأهلي عمل مباراة يعني تاريخية في الوقت ده. لكن طبعا كل مباراة وليها ظروفها. الهلال فريق كبير عنده مجموعة من المحترفين الجيدين، عنده تقريبا يعني 90% من تشكيل المنتخب السعودي اللي كان في كأس العالم اللي فات كان من نادي الهلال. فده يعبر لك عن قيمة هذا النادي وقيمة هذا الفريق، فريق كبير وما تأمنش ان اللي كان حصل قبل كده يحصل تاني. فبالنسبة ليا شخصيا كمتابع، واكيد بالنسبة لكل محلل، ان تجنب مواجهة الهلال السعودي والقرعة ان توقعك في طريق سياتل ساوندرز قد تكون افضل نسبيا للاهلي. لكن بشكل عام لا، في صعوبة كبيرة في مواجهة هذا الفريق، لانه فريق بطل وفريق اثبت يعني قدراته في الكونكاكاف وفي الدوري الامريكي. الدوري الامريكي ما عادش سهل زي زمان زي ما قلنا. افكركم تاني الحقيقة جدول البطولة عامل ازاي. يوم 1 الاهلي هيلاعب اوكلاند سيتي، ان شاء الله الاهلي يتخطى هذه العقبة. يوم 4 فبراير هيلعب مع سياتل ساوندرز بإذن الله، وفي نفس اليوم هيلعب نادي الوداد مع نادي الهلال. الفايز إن شاء الله من الأهلي وسياتل ساوندرز هيروح يصعد لمواجهة النادي العظيم والكبير طبعا نادي ريال مدريد النادي الملكي يوم 8 فبراير. والفايز من الهلال والوداد هيلاعب يوم 7 فبراير نادي فلامينجو بطل امريكا الجنوبية. ثم بعد ذلك طبعا الفايز من هنا والفايز من هنا هيلعبوا في المباراة النهائية، والخسران من السيمي فاينل هيلاعب الخسران على تحديد المركز الثالث. ودايما ده هو نظام كأس العالم للأندية بشكلها القديم. لكن خلي بالكم ان البطولة المفترض ان شكلها ان شاء الله هيتغير في 2025 وفقا لتصريحات جياني انفانتينو رئيس الفيفا، وهتتحول لبطولة كبيرة من 24 فريق، وهيكون في عدد اكبر من كل قارة للمشاركة في البطولة. هنتكلم طبعا في وقته عن النظام الجديد. لكن احنا سؤالنا النهاردة ما تنسوش بعد اجراء القرعة كيف ترى حظوظ الاهلي في كاس العالم للانديه؟ جاوبونا على اون سبورت اف ام صفحتنا و9370 رقم الاس ام اس. وبعد الفاصل اكيد هنقرا كل تعليقاتكم.